أحداث فيلمنا بتدي مع بطلته إيميلي وهي في مقابلة شغل، والشخص اللي بيعمل معاها الانترفيو بيسألها عن إن ليها سجل إجرامي قبل كده، وإذا كان عندها أي جريمة سابقة في ملفها، بس بتقول له إنها ملهاش غير مخالفة مرور تحت تأثير الكحول. بس بتكتشف إن الشخص اللي بيعمل معاها الانترفيو معاه نسخة من سجلها الإجرامي، ويبلغها إنه قرأ كل حاجة عنها، وإنها سنة 2016 اتهمت بتهمة الاعتداء وتم إدانتها بيها، وهي بتستغرب إن الملف تحت إيده أصلا، وإنها ما كانتش متوقعة حاجة زي كده. والشخص اللي بيعمل لها الاختبار بيبلغها إنهم كشركة لازم يكونوا عارفين كل حاجة عن الموظفين اللي بيشتغلوا عندهم، وبعدين هيسألها عن تفاصيل جريمة الاعتداء اللي عملتها إيميلي، بس بترفض تجاوب، بتقول له إنها كده انخدعت. وكانت حجة الشخص اللي بيعمل لها الاختبار إن ده أسلوب متبع في كل الشركات لما بتعين موظفينها، بس بترفض تكمل المقابلة بسبب الطريقة اللي اتعاملت بيها، وبتقول إنها كانت عايزة الوظيفة دي علشان تسدد ديونها، وبتسحب الملف من تحت إيده وبتمشي. وبعدين بتنقلنا الأحداث وبنعرف إن إيميلي بتشتغل في مطعم خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وبعد ما بتخلص شغلها وهي مروحة بتقابل زميلها في الشغل اللي بيستأذنها إنها تاخد ورديته في الشغل علشان كان نفسه يودي ابنه مباراة البيسبول، وبيقول لها إنها بكده بتعمل معاه معروف كبير، وبتوافق إيميلي وزميلها بيشكرها، وعلشان يرد الجميل بيديها رقم وبيقول لها إنها تراسله، وبيقول لها إنها ممكن تكسب $200 في الساعة الواحدة، وبتسأله عن نوع الشغل اللي ممكن تشتغله، فبيجاوبها وبيقول لها إن ده متجر وهمي، وبيشكرها وبيمشي. وفعلا إيميلي هتبعت رسالة الرقم وهيتبعت لها عنوان وميعاد، وبعدها إيميلي بيكون عندها ميعاد مع صاحبتها الوحيدة اللي بتكون بتشتغل في وكالة إعلانات. وبتكلم إيميلي إنها مبسوطة وناجحة في شغلها جدا لدرجة إنها بتسافر لأوروبا علشان تروج الإعلانات بتاعة شركتها، وبتسأل إيميلي عن أحوالها وظروفها، وإيميلي بتقول لها إن ظروفها صعبة وإن عليها ديون بالفوائد بتاعتها، وإنها بتدور على وظيفة حقيقية تقدر تحقق منها دخل يساعدها على حل أزمتها. وصاحبتها لما بتسمع كده هتحاول تساعدها، وبتقول لها إنها هتكلم رئيستها في الشغل عنها علشان إيميلي عندها موهبة الرسم، وإن موهبتها مطلوبة في مجال الإعلانات. بس إيميلي هتقول لصاحبتها إن دايما فرصها في الشغل بتكون ضعيفة بسبب سجلها الإجرامي، وصاحبتها بتوعدها إنها هتضمنها عند رئيستها وإنها هتساعدها في الموضوع ده، وبتشكرها إيميلي علشان صاحبتها عايزة تساعدها. ولما إيميلي بتروح للمكان اللي اتبعت ليها لما كانت بتراسل الرقم اللي أخدته من زميلها في الشغل، وبتوصل للمكان بتلاقي واحد بياخد منها رخصة القيادة بتاعتها، وبيسألها مين اللي اداها الرقم، وبتقول له زميلها في الشغل واسمه خافير، وبيكلمه في التليفون وبيسأله عن إيميلي وبيتأكد إنها عرفتهم من خلاله. وبعدين إيميلي بتلاقي ناس كتير زيها جايين للمكان ده علشان يكسبوا فلوس، وبيكون في اجتماع للموجودين، وبيظهر شخص واسمه يوسف وبيكون المسؤول عن المكان، وبيبدأ يتكلم معاهم وبيسأل عن الناس القديمة اللي اشتغلت معاه قبل كده، وبيكون في ناس جديدة زي إيميلي، وبيبلغهم إنهم ساعات وكل واحد فيهم هياخد $200 بس لازم تعملوا حاجة غير قانونية، وبيقول لهم إنهم مش هيتعرضوا لخطر ويعرضوا غيرهم بس هيخالفوا القانون، وبيقول لهم إنهم ممكن ينسحبوا إذا حبوا في أي وقت، وإنه هيكون متفاهم الموضوع. بس بيلاقي كل الموجودين حابين يكملوا ويسمعوا، وبيبدأ مساعدينه يوزعوا على الموجودين بطاقات بنكية مزورة، ويوسف بيبلغهم إنهم هيروحوا المتجر علشان يشتروا بضاعة بالبطاقات الوهمية المزورة اللي معاهم، وبيطلب منهم إنهم يشتروا تلفزيونات مسطحة، وكل واحد يشتري تلفزيون واحد بس ويمشي، وإنهم لما يجيبوا البضاعة كل واحد فيهم هياخد فلوسه. وإيميلي بعد ما هتعرف الموضوع هتقرر إنها تنسحب، بس يوسف هيسألها عن سبب انسحابها، فبتقول له إزاي نضمن إن البطاقات دي شغالة وإن مفيش مشكلة ممكن تحصل لهم، ويوسف بيقول لها إنها لازم تثق فيه، وده الجزء الأصعب في الموضوع. وفعلا إيميلي بتنفذ اللي اتطلب منها بالظبط، وبتروح المتجر التجاري وبتحاول تختفي من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وبتشتري التلفزيون بالبطاقة المزيفة اللي معاها وبتمشي، والموضوع بينجح ومش بتتكشف. وبعدها بتروح لمكان التسليم وبتقابل يوسف اللي فعلا بيديها $200 اللي اتفق عليهم معاها، وبيبلغها ان في شغل تاني اكبر شويه لو حابه تشترك، وبيبلغها انه هيبعت لها رساله الساعه 1، ولما بتساله نوع الشغل الجديد ايه مش بيجاوب عليها، وبيكتفي بس ان يقول لها ان اجرها الجديد في الشغل ده $2000. وبتقابل يوسف تاني يوم زي ما اتفقوا، وبيديها بطاقه جديده وشيك بنكي، وبيبلغها انها المره دي هتشتري عربيه، بس المره دي صعبه لان البائع هيتصل بالبنك علشان يتاكد من صحه البطاقه المزيفه اللي معاها، وبيقول لها ان قدامها 8 دقايق بس من وقت استخدام البطاقه تكون اخذت فيهم العربيه قبل ما يكتشفوا ان البطاقه مزوره. وبتروح فعلا للتاجر اللي هيبيع العربيه وتبلغه انها عايزه تستلم العربيه وانها مش محتاجه تعينها او تبص عليها لان صاحبها بلغها ان حاله العربيه كويسه فهي جايه تشتريها وتمشي بسرعه. والتاجر هيستغربها شويه لان اي حد بيشتري عربيه بيفضل انه يشوفها الاول، بس ايميلي بتبلغه انها جاهزه وهتدفع الفلوس بالشيك والباقي بالبطاقه البنكيه. ولما التاجر بيسحب الفلوس من البطاقه ايميلي بتشوف في الساعه ان قدامها 8 دقايق بس ولازم تاخد العربيه فيهم وتهرب، وبتنزل تستلم العربيه، بس وهي بتركبها مساعد التاجر هيجيله تليفون
التليفون، وهيطلب من إيميلي توقف العربية، وهيطلب منها إنها ترجع معاه المكتب تاني، وهتعرف ساعتها إنها انكشفت، وهيحاول ينزلها من العربية العافية، بس هتعرف تضربه وتجري بالعربية، وهيلاحقها بعربيته، وفي الآخر هتهرب منه. ولما بتوصل ليوسف بتكون بتنزف وحالتها صعبة، وبتطلب فلوسها بغضب بسبب اللي جرالها، وبيسألها عن اللي حصل لها، وبتقول إن الراجل هجم عليها وضربها، وبتكون متأثرة جدا من الضرب. فيوسف هيساعدها لأنه شايف إنها مش قادرة تسوق عربيتها، وبيوصلها بيتها. بس إيميلي بتلاحظ إنه مهتم بيها، وبيعرض عليها إنه يساعدها. ولما بيدخل معاها البيت بيوريها بيت عايز يشتريه، وبتقول له إن تجارته في التلفزيونات المسروقة بتكسبه الفلوس الكتير دي اللي ممكن بيها يشتري بيت زي ده. بس بيكون رده إنه بيشتغل في حاجات كتير جدا تجيب فلوس أكتر بكتير من بيع التلفزيونات المسروقة. وبتقول له لو حد عايز يكون زيك ويشتغل يعمل إيه بالظبط. تطلب منه إنه يساعدها إن يكون ليها شغلها الخاص بيها، وبياخدها يوسف لمكتبه وبيقول لها إنه ممكن يديها معلومات وحسابات ممكن تعمل البطايق بيهم اللي ممكن تستخدمها في عمليات السرقة، لأنه هيكون صعب عليه إنه يقعد يطبع لها البطايق دي كلها لأنه ما عندوش وقت. فلازم تتعلم هي إزاي تعمل البطاقات المزيفة، وبيجيب مكنة الكروت ويبدأ يعلمها الطريقة اللي تعمل بيها البطايق البنكية، وبعدين بيديها مكنة ليها تستخدمها في شغلها الخاص، وبيقول لها على شوية نصايح علشان ما تتكشفش، وبيديها صاعق كهربائي علشان تحمي نفسها بيه لأنها هتكون طول الوقت مستهدفة. وبيقول لها لو كسبتي أكتر من $5000 كلميني تاني وهكبر لك شغلك عن كده. وبتبدأ إيميلي تعمل البطاقات بنفسها وتشتغل وتشتري حاجات وتبيعها في السوق السوداء، وبتنجح والموضوع بتاعها بيكبر. وبتروح ليوسف من جديد بعد ما بتنجح إنها تجمع $5000 من تجارتها الخاصة بيها زي ما قال لها، وبيقول لها إنه هيديها أرقام جديدة بحسابات أكبر، وبيطلب منها إنها تنتظر شوية على ما يجهز لها أرقام الحسابات. وهم قاعدين هيدخل خليل، وده شريك يوسف في الشغل وابن عمه، وهيبان عليه من نظراته إنه مش حابب وجود إيميلي في حياة يوسف. ويوسف برضه بيخبي عليه إنه بيساعد إيميلي وبيبيع لها معلومات وأرقام الحسابات اللي بيشتغلوا فيها. وبعد كده بتتطور علاقة بين يوسف وإيميلي، وبيدخل معاها في علاقة وبيعرفها على أمه اللي مش بتكون عارفة طبيعة شغل ابنها، وبتكون فاكرة إنه رجل أعمال مبتدئ وإنه هيبقى ناجح وشاطر. وبيدخل عليهم وهم بيتكلموا خليل، ولما بيشوف إيميلي بيقول لها إنه معاه فيديو لكاميرات المراقبة ليها في أول عملية ليها معاهم، وبيقول لها إن البوليس بيدور عليها، وبيقول لها إن البوليس لو تمكن إنه يمسكك فأكيد هيوصل لنا. وبيكون متضايق من علاقة يوسف بيها. بس بعد الموقف ده بتقابل يوسف وبيكون بينزف، وبتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها إنه متضايق من شريكه خليل لأنه طلب منه فلوس علشان يدفع القسط بتاع العقار اللي اشتراه، بس هو رفض علشان فاكر إني بشتغل معاكي. وبيقول لها إنه ناوي يهجم على المكتب وإنه ياخد كل الفلوس اللي موجودة وكل الفلوس اللي في الحساب البنكي، ويطلب منها إنها تكون معاه وإنها تاخد حصتها وتسدد كل ديونها، وإنها ممكن تسافر وتروح أي مكان هي عايزاه. وبتوافق وبتروح تقابله عند المكتب اللي فيه الفلوس، بس بيكتشفوا إن خليل سبقهم وأخد كل الفلوس اللي موجودة، وبيعرف إن الحساب البنكي كمان اتسحب منه كل حاجة. وبيقول لإيميلي إن خليل سبقه وأخد كل حاجة منه، وإنه كده ما بقاش معاه أي حاجة خالص. وبتسأله إيميلي عن مكان خليل، وبتقول له لازم تروح تكلمه، وبيقول لها إنه مش لوحده وإنه معاه ناس خطيرة معاه وبتحميه، وان الموضوع مش بالسهوله اللي هي متصوراها. بس بتقول له ان هم كمان مش سهلين، وان خليل لازم يخاف منهم، وانه لو فضل ضعيف قدامه هيفضل يسرقه طول الوقت. وبتقول له انه وعدها بحصه من الفلوس وانها مش عايزه تفرط في حصتها، وان خليل مش متوقع منه اي مقاومه، فده هيكون انسب وقت يهجم عليه فيه. وفعلا ايميلي بتحط الخطه للهجوم على بيت خليل، وبيعرفوا يتخلصوا من الرجاله اللي معاه لغايه لما يوصلوا للاوضه اللي فيها خليل. بس خليل هيهجم على يوسف فجاه ويضربه على دماغه ويقع مغمى عليه، وهيهجم على ايميلي بس هتطعنه قبل ما يموتها، وهتهدده بالسلاح اللي معاها، وتطلب منه انه يقول لها على مكان الفلوس. ولما هيحس انها هتموته بجد هيقول لها انه مخبي الفلوس في التلاجة، وساعتها هتاخد الفلوس ويوسف وتمشي. ولما هتكون في العربيه وعايزين يهربوا هتسال يوسف عن مفتاح العربيه، بس يوسف هيكون مش قادر يقول لها مكان المفتاح فين لان اصابته هتكون صعبه جدا، وهتكون مش عارفه تمشي بالعربيه من غير المفتاح علشان تنقذه. بس للاسف يوسف هيموت لان حالته كانت صعبه. وساعتها وقبل ما البوليس يجي ويقبض عليهم هتاخد الفلوس وتهرب وتسافر وتختفي، وهتبدا تشتغل زي يوسف بالظبط، وهتجمع ناس محتاجين فلوس وتقول لهم نفس الكلام اللي كان بيقوله يوسف في المحاضره اول ما اشتغلت معاه. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والكومنت وتقول لنا رايك فيه، وتقول لنا على فيلم نفسك تشوفه. وسلام.